ودي كده شكلها بعد ما خلصت. سامعين القرمشه؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك عشان يوصلكوا كل جديد. ممكن تعملوه بقى في كايزر، او مثلا تاكلوها مع رز ريزو اللي يعجبكم. هي طريقه سهله جدا وهتعجب جدا الاولاد وافضل بكتير من المطاعم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. هنعمل مع بعض دلوقتي الفراخ الستريبس زي بتاعت كنتاكي بالظبط. اول حاجه انا مقطعه الفراخ زي ما انتم شايفين كده شرايح، ولا هي رفيعه قوي ولا هي تخينه قوي، تمام. ونقعتها في ملح وليمون لمده ساعه. بعد كده هشطفها وارجع لكم تاني. هنزل اول حاجه في بوله بشويه ميه سخنه، بعد كده هضيف 2 مرق دجاج، هدوبهم بقى مع بعض كده. بعد كده هضيف معلقه توم باودر صغيره ومعلقه كاري صغيره ونص معلقه بابريكا ورشه فلفل اسود. هقلب بقى كل التوابل كده مع بعض. طبعا انا مش هضيف ملح لان كده كده مرقه الدجاج فيها ملح. بعد كده معايا معلقتين دقيق، بعد كده هضيف معلقه نشا. هقلب بقى كله كده مع بعض. كده خلاص تتبيله معانا جاهزه. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك عشان يوصلكوا كل جديد لو عجبكم الفيديو. طبعا المقادير دي لنص كيلو بانيه متقطع. لو هتعملي كيلو فانت هتضاعفي بقى يعني بدل معلقه تبقى معلقتين مثلا بابريكا، معلقتين فلفل اسود، هتضاعفي الكميه. هحطها بقى في التلاجة لمده 3-4 ساعات، والافضل انت تسيبيها من بالليل. تانية هحط فيها كوبايتين من الدقيق، بعد كده هضيف عليهم كوبايه نشا، بعد كده هضيف شويه ملح، معلقه كاري صغيره، معلقه توم باودر، رشه فلفل اسود، نفس البهارات اللي احنا حطيناها على الفراخ هنحطها على الدقيق، معلقه بابريكا. هقلب بقى ده كله في بعضه. لو حابينها بقى سبايسي ممكن تضيفوا معلقتين شطه او معلقه شطه حاره. اضيف بقى برضو واحده مرقه دجاج. بعد ما خلاص سبتها في التلاجة 4 ساعات في التتبيله هبدا بقى اقليها. هاخد قطعه الفراخ كده زي ما انتم شايفين، هحطها في الدقيق، بعد كده هرجع احطها تاني مره تانية في الخليط. بعد كده هرجعها مره كمان في الدقيق. زي ما انتم شايفين كده. هعمل معاك واحده كمان. بعد كده هرجعها تاني في الدقيق. انفضها بقى كده من الدقيق. اهم حاجه عندي يكون الزيت سخن. قلنا الزيت خلاص
سخن معايا هنزل بقى بالستريبس كده. اول بقى ما تبدا خلاص تاخد لون كده هبدا اطلعها صفيها من الزيت كويس قوي. ودي كده شكلها بعد ما خلصت. سامعين القرمشه؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك عشان يوصلكوا كل جديد. ممكن تعملوه بقى في كايزر او مثلا تاكلوها مع رز ريزو اللي يعجبكم. هي طريقه سهله جدا وهتعجب جدا الاولاد وافضل بكتير من المطاعم.